تحياتي في قناتي البسيطة. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة، وهنعمل حاجة كويسة جدا بتكة بسيطة قوي، هتدينا فعلا خمر كويس للعجين، وهتدينا نتيجة انت تكوني راضية عنها، وتعبك مش هيروح في الفاضي. هنعمل مع بعض المنجقونة البورسعيدي او البريوش زي ما طبعا كل واحد بيسميها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت طبق، حطيت فيه كوباية دقيق كبيرة، وحطيت فيه كيس بيكنج باودر او كيك شيف، وطبعا هنا هحط معلقتين سكر وزبدية. دي إيه؟ ده المحسن اللي احنا هنعمله للعجينة. هنا هحط حوالي 3 معالق خل كبار، وكوباية مية دافية، وهقلبهم كويس قوي وهحطهم في جنب كده اهو. قلبتهم كده حلو، هغطيهم كده. هحط اي كيس بلاستيك على الوش، او مش يعني مش لازم لو مش موجود، بس انا كده هركنها على جنب. وهجيب بقى الطبق هحط فيه ايه، هنحط فيه السكر. دول كوبايتين كبار سكر، و6 بيضات. طبعا انا هنا عاملة مقادير 3 كيلو دقيق، يعني انتي لو هتعملي كيلو واحد هتحطي كوباية سكر، وهتحطي بيضتين 2. تمام، يعني المقادير اللي انا بعملها دي انت هتقسميها على 3. يعني انا كده هعمل 6 بيضات لل3 كيلو، وهحط كمان كوبايتين زيت وكوباية سمنة. لكن لو هتعملي كيلو واحد هتحطي كوباية نصها زيت ونصها سمنة، وهنضربهم بقى كويس قوي. طبعا لو انت حابة تعمليه بأي مضرب يدوي عادي مفيش مشكلة. عندك عجان، تمام، مفيش أي مشكلة. كل حاجة ان شاء الله هتنفع. انا كده هضرب بقى كل ده لغاية كده اما البيض والسكر ده كده يختفى ويتضربوا حلو مع بعض، ونشوف هنحط ايه تاني. كده اهو بالمضرب واحدة واحدة، زي ما قلت لكم ممكن بالمضرب اليدوي عادي، مفيش اي مشكلة. اي حاجة ان شاء الله هتنفع. كده اهو انا بضربه بس عشان السكر بيبقى لازق شوية تحت اهو كده. هنشوف بقى هنحط ايه. هنحط الزيت. انا هحط كوبايتين زيت وكوباية سمنة. زي ما انا قلت لكم انا هعمل 3 كيلو دقيق، اهو حطيت الزيت بنفس الكوباية. هعملها بقى عاملاها سمنة اهو. يبقى انا حطيت لل3 كيلو 3 كوبايات، 2 زيت وواحدة سمنة. انت لو هتعملي كيلو واحد هتحطي نص ونص. هنا بقى كده هحط 3 اكياس خميرة. طبعا الكيلو هياخد كيس واحد خميرة، وبيضتين، وكوباية سكر. وهنا هحط لبن بودرة، او ممكن تحطي الكيس اللي هو النيدو ده. انا هنا عندي منكهات طعم بقى ديت كده اختياري. دي بقى نكهات كده بتيجي من عند العطار ديت، اللي هي ريحة السمنة البلدي. انا حطيت كده حبة، وحطيت عندي كمان اللي هو الحليب، اسانس الحليب او ريحة الحليب برضو حلوة قوي. حطيت كده، وزي ما انا قلت لكم ده اختياري براحتك. وبرضو هضربهم كده اهو، واحط على جنب. هنشوف هنحط ايه تاني. طبعا هنيجي بقى للمحسن اللي احنا عملناه الاول. المحسن ده بيدي نتيجة حلوة قوي للعجين، وفعلا اكتر المحلات بره طبعا مش هيقولولنا او ده سر من اسرار فعلا المخابز بره، او المحلات بتاعت الحلويات بيعملوا المحسن ده، لان بيدي فعلا. انا لما جربتها بتدي نتيجة حلوة قوي للتخمير. انا هنا جبت طبق كبير وحطيت فيه نخلت فيه 3 كيلو من الدقيق، ونزلت طبعا بالخليط اللي احنا عملناه وبدأت اقلب كده. طبعا التقليب بالايد كده باي حاجة طبعا مش هتنفع، لازم بايدينا بقى، ونعجن حلوة قوي كده وبعد كده سبتها تخمر. قعدت معايا حوالي ساعتين. بصوا العجينة وريحتها بقى ما اقولكوش.
طبعا التشكيل ده بتاعك انتي زي ما انتي عاوزة. انا هعمل كده كام واحدة، وطبعا انتي اشطر واحسن مني هتعملي الاشكال اللي انتي عاوزاها براحتك. انا هعمل الاشكال اللي هي التقليدية خالص. هعمل اللي هي رسمة المنجقونة الاساسية اللي احنا عارفينها، اللي هي المدورة اهي. وهجيب صاج كده واحطه فيها. طبعا انا مش هحط اي مادة دهنية، ولا هحط زيت، ولا هحط سمنة، ولا اي حاجة. تمام كده. إيه انا هنا ايه كنت هعمل ايه تاني؟ انا هعمل واحدة كده كمان اهو كده. وممكن بقى اجيبها من النص كده، بس افردها شوية كمان. العجينة سايبة خالص وسهلة وبسيطة اهي. هعمل كده وكمان ايه اهي، هدورها بقى كمان كده اهو. ودي شكل تاني. طبعا انتوا اشطر مني في حاجة، يعني في الحاجات دي. انا هعمل حاجات تقليدية قوي صراحة. مش عارفة اعمل اشكال اكتر من دي بصراحة. ممكن كمان ابقى اعمل اللي هي الضفيرة كده، نعمل 3 ونضفرهم كده. برضو الشكل ده حلو قوي اهو كده. وهنحطه في الصاج، وبعد ما نخلص هتزينيه بقى زي ما انت عاوزة. التزيين ده طبعا بتاعك انتي. انا كده كان عندي هنا شوكولاتة كده صغيرة، قلت احطها برضو بتفرح الاطفال يعني، والاولاد بيحبوها. برضو كان عندي فواكه مجففة كده اهي. اي حاجة ممكن تسيبيها سادة خالص، ما فيهاش اي حاجة خالص. انا عملت كده اهو. بعد كده جبت بقى ايه، جبت بيضتين كده. هاخد الصفار واسيب البياض على جنب. برضو هنستفاد بيه، مش هنرميه طبعا. ممكن انت تقليه عادي خالص، مفيش اي مشكلة. هحطه على جنب كده، ومش هيترمى. انا هنا جبت معلقة قهوة بني يعني، وحبة زيت، وتقلبيهم كويس. بيدي شكل حلو قوي. وغير كده بيديك اللون الجميل كده، وبيدي طعم برضو حلو اهو. بصوا بقى، انا كنت فرحانة بصراحة قوي بالشكل الجميل ده، والنتيجة ان شاء الله ترضيكي. وخديها كلعبة كده، هتلاقيكي بتطلعي حاجات حلوة كتير، احسن طبعا من اللي انا عاملاه ده بكتير. انا ببقى ايه عشان بصور وكده، ببقى ساعات ملبوخة شوية. وده طبعا بعد التسوية على فرن وسط 170 180، ويطلع معاكم بالشكل الجميل ده. اتمنى يكون